مدينة فاس. هنا فرصة، المحاولة الأولى، ضربة رأسية والهدف الأول. جول في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء. ينجح نادي يوسفية برشيد في الوصول للمرمى وفي هز شباك الحارس أنس الزنيتي. أفضل سيناريو بالنسبة ليوسفية برشيد، السيناريو الذي كان يتمناه عشاق الفريق، كانوا ينتظرون هذا السيناريو، أن ينجح الفريق في تسجيل اللحظات الأولى من اللقاء. هنا اللقطة، وصلت الكرة العرضية، ضربة رأسية ينجح من خلالها أبناء مدينة برشيد في الحصول على الأسبقية والتقدم. هنا الإعادة، هنا اللقطة، ضربة رأسية من عبد العزيز حمزاوي الذي أسكن الكرة الشباك مغالطا حارس المرمى أنس الزنيتي الذي لم يتمكن من التصدي ولم يجد أي حل من الهلالي باحثا عن عبد العزيز. الكرة وصلت لعبد العزيز، متميزة رائعة من دفاع نادي يوسفية برشيد الذي خفيفي يسدد بين يدي حارس المرمى أشرف الهلالي. تسديدة تصل لحارس المرمى أشرف الهلالي. هنا الخفيفي هو باحثا عن أي لاعب قد يتمكن من الوصول لمرمى أشرف الهلالي في منطقة الجزاء. نزلت الفرصة متواصلة، بالعمري، العرضية من بالعمري، يسقط لاعب نادي يوسفية برشيد من خلالها الفريق في الوصول لمرمى الحارس أشرف الهلالي. وللعودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من مقابلة اليوم. جولي في الجهة اليمنى دائما لنادي الرجاء الرياضي الذي يجد الكثير من الصعوبات في الوصول. ينجح في الوصول، نعم، وجد الكثير من الصعوبات، لكن في الدقيقة 37 ينجح نوفل الزرهوني في إيجاد الحل ويسجل هدف التعادل لنادي الرجاء الرياضي. 37 هنا الإعادة، هنا اللقطة، هنا الفرصة، وصلت الكرة لنوفل بعد عرضية من يسري، ينجح في مغالطة حارس المرمى أشرف الهلالي تقريبا بنفس الطريقة التي سجل من خلالها عبد العزيز الهدف الأول لنادي يوسفية برشيد. تصبح النتيجة هدف لكل فريق قبل دقائق في الوقت المناسب. إبعاد الكرة من أشرف الهلالي لنادي يوسفية برشيد. في فرصة أخرى، محاولة أخرى، أنس الضاوي، العرضية من أنس الضاوي، بحث فرصة، محاولة، التصويب، حارس المرمى ينجح. هدف لكل فريق. هنا اللقطة الماضية وهنا الفرصة الماضية، تسديدة وجدت حارس المرمى أشرف الهلالي. تسديدة زكريا الوردي كانت بالقدم اليسرى بقوة، لكنها يوسف بالعمري، العرضية من بالعمري في منطقة الجزاء، التسديد، الهدف الثاني لنادي الرجاء الرياضي. زكريا الوردي مع بداية الشوط ينجح في الوصول لمرمى الحارس أشرف. السيناريو بالنسبة لنادي الرجاء الرياضي، الوصول لمرمى يوسفية برشيد مع بداية الشوط. هنا اللقطة، العرضية من يوسف بالعمري، وصلت الكرة لزكريا الذي كان متواجدا في المكان المناسب، يسدد بقوة، لم يترك أي فرصة لحارس المرمى للتصدي أو إبعاد الكرة بعيدا عن الخشبات الثلاث. هنا اللقطة، هنا الفرصة، وهنا المحاولة، هدف. تمريرة خاطئة من حارس المرمى، كانت فرصة لنادي الرجاء الرياضي. عابد الصمد، طبعا هذا اليوم بينما الوداد الرياضي سيستقبل الفتح الرياضي ليوسف بوعبيد.
بوعبيد، بعد ذلك يونس مخلص. الفرصة متواصلة، العرضية من ياسر الجري، فرصة لنادي الرجاء الرياضي إمكانية التسجيل، ينجحون في التسجيل للمرة الثالثة في مقابلة اليوم، لكن الهدف يلغى لتظل هنا اللقطة الماضية، هنا الفرصة الماضية، تسديدة منحت الهدف الثالث لكن الهدف يلغى. عصام، كرة طويلة من عصام في منطقة الجزاء، تنفذ الركنية، حارس المرمى في منطقة الجزاء، الهدف في منطقة الجزاء، جول، الهدف الثالث لنادي الرجاء الرياضي. ينجح زكريا الوردي في الوصول للمرة الثالثة لمرمى الحارس أشرف الهلالي، الهدف الثالث. زكريا الوردي يتلقى البطاقة الصفراء. هنا اللقطة الماضية، تسديدة بالقدم اليسرى لا تصد ولا ترد، تسديدة بالقدم اليسرى لا تصد ولا ترد. أشرف الهلالي لم يجد أي حل، يواصل نادي الرجاء الرياضي يتقدم على مستوى النتيجة ويقترب